السلام عليكم، يلا بينا نعمل مع بعض شوية ملوخية ناشفة فلاحي، إنما إيه، اختراع شرقاوي أصيل. حط معلقة سمنة في حلة وهنزل بيها بفصين توم دقتهم في الهون معايا. هبشر معايا طماطماية طرية كده حلوة، بشر ناعم. وهنزل بيها فوق التوم لما يبقى لونه دهبي كده. هسيبه بقى ايه يتسبك سنة واحدة، يعني مش كتير، يعني نص دقيقة بالظبط يتسبك. وهنزل عليه بمكعب ماجي. طبعا مكعب الماجي هو اللي هيظبط الدنيا وطعم لي الملوخية ويخليها اخر حلاوة معايا. هنا خلاص اهيت هتتسبك معايا. هوريك بقى ايه الملوخية الناشفة عندنا، حاجة اخر جمال ولونها اخضر تحفة وطازة اكنك بتاكلي ملوخية خضرا بالظبط. هنزل بقى بكم مغرفة شوربة كده، مش هكتر طبعا علشان اعرف اظبط القوام بتاع الملوخية. لما احتاج شوربة احط تاني، لكن مش عايزاها من الاول تبقى كتير. هنا خلاص غليت غلوتين معايا هنا زي ما احنا شايفين. انزل بقى معايا بالملوخية واقلبها كويس جدا بالمعلقة، واقلبها كويس كمان بالمضرب السلك عشان ما يكونش فيها اي تكتلات. وبعد كده اشوف القوام بتاعها بالمعلقة. لو لقيته خفيف شوية ازود كمان معلقة. لو لقيته مظبوط يبقى مش محتاج اكتر من كده. انا حسيته خفيف سنة بسيطة فزودت كمان معلقة معايا. كل حاجة في ايدينا، انا بحبها تكون تقيلة اكنها ملوخية خضراء. جربيها بالطريقة بتاعتي دي طريقة معتمدة عندنا في الشرقية. يعني مش هتبطلي تعمليها، هتستغني عن الملوخية الخضراء خالص وهتعيشي على الملوخية الناشفة. حاجة ما شاء الله عليها آخر حلاوة وجمال.